السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. بأسلوب راقي وكلمات تعبر عن نخوة وأصالة ورقي المغاربة، دون سب ولا تجريح، دون مهاجمة شخصية ولا تقليل من قيمة من أساء. عبر الإعلام المغربي الكبير في إحدى القنوات الخليجية للرد على المدعو حفيظ الدراجي بوق نظام العسكر الجزائري، الذي يبدو أنه لم ينم ليلة البارحة بعد سماعه الخبر الذي زفه الملك محمد السادس لشعبه الوفي ولكافة العالم. وفي هذا الصدد دون الإعلامي الشهير محمد عمور تدوين شرح فيها بالخشيبات وبتبسيط مبسط ما عجز المدعو الدراجي عن استيعابه، أو بالأحرى ما لم يستسغه من أعطى الأوراق للدباب. وفي مقدمتهم صاحب الكالة. وجاء في تدوينة الإعلام المغربي ما يلي: المباريات التي ستستضيفها قارة أمريكا الجنوبية هي 3 لا رابع لها في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وليس من بينها مباراة الافتتاح سطر تحتها 1000 سطر، الاحتفالية الكبرى تخليدا لمئوية كأس العالم. وأضاف عمور: هذه لفتة رمزية من الفيفا قبل بها أعضاء الملف الثلاثي الإيبيري المغربي تكريما لمهد كأس العالم، ولم تكن الفيفا في ورطة ولا هم يحزنون. وزاد قائلا: من له ذرة من ذكاء لن يجد صعوبة للوصول لاستنتاج بسيط لو كان لدول أمريكا الجنوبية الثلاث أدنى حظ في التنافس، لماذا تقبل بمباراة رمزية لكل منها؟ وأوضح كذلك تذكير آخر ضروري: إسبانيا والبرتغال هما من التمس من المغرب تعزيز ملفهما المشترك وليس العكس. ولدينا في المغرب طموح كبير لاستضافة أكبر عدد ممكن من المباريات وأكبر عدد ممكن من المباريات الهامة، وكما سبق لي أن قلت سابقا استضافة الافتتاح ونصف النهائي طموح مشروع، بل أقل ما يمكن القبول به. وختم ابن المغرب الذي يحظى باحترام كبير في المجال الإعلامي قائلا: الحمد لله على نعمها التي لا تحصى.